أزعم إن أنا من أول الناس اللي اتكلموا في الموضوع ده وحذرت منه من أول يوم، أو يعني من أول يومين في هذه الحرب. موضوع المقاطعة، وزي ما الأمريكان بيقولوا I have good news and bad news. الجود نيوز إن المقاطعة ماشية كويس جدا، مش في مصر بس، دول كثيرة. الناس بقت بتخجل إنها تبقى موجودة في الأماكن دي. حالة رفض، حالة إحساس بالمسؤولية. الباد نيوز بقى، وده اللي أنا عايز أتكلم فيه، وده رأيي من أول يوم، أن هذه المقاطعة مش واصلة خالص لأصحابها. يعني من تقاطعه هو مش هنا، يعني أنت بالنسبة له ما تمثلش غير شيء رمزي. اللي أنت بتعمله ده رمزي. إنما مين بيتأثر؟ المواطن المصري.